السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلبة الصف الثالث الإعدادي. أخباركم إيه؟ إن شاء الله في الفيديو ده هتكلم معاكم على الإجابات بتاعة امتحان اللغة الإنجليزية الترم التاني للصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية. كان أول سؤال عندنا اللي هو الكونفرسيشن المحادثة. هنا سلمى بتكلم ملك تقول لها هاي ملك you haven't been to school for a week. ما جيتيش المدرسة بقالك أسبوع. قالت لها كذا I had the flu أنا عندي برد. أول إجابة هتبقى قالت لها I was sick أنا كنت مريضة. طيب بعد كده سألتها سؤال قامت رايحة قايلة لها yes I feel much better now أنا بقيت كويسة دلوقتي. يبقى قالت لها do you feel much better now أنت بقيتي أفضل دلوقتي. سألتها سؤال قالت لها I am going back to school next Sunday. يبقى سألتها قالت لها when are you going back to school هترجعي المدرسة امتى. نمبر 4 قامت رايحة قايلة لها كذا we all missed you احنا كلنا افتقدناك. قالت لها great news يا لها من أخبار عظيمة. قالت لها oh that makes me worry. قالت لها don't worry يعني ما تقلقيش. ده كده بالنسبة لسؤال المحادثة. السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال الكومبليت بيقول لي there are more floods not and forest fires. يبقى كان في ايه بقى؟ في droughts اللي هو ايه؟ الجفاف. نمبر 2 بيقول لي that is climate. طبعا climate change وحالين طبعا يعني يعتبر اصلا احنا حلينا السؤال اللي قبل ده قبل كده كتير. نمبر 3 تقول له by greenhouse طبعا greenhouse gases. اخر واحده بيقول لي these are made التصريف الثالث. يبقى am is و are والتصريف الثالث ده كان اسمه مضارع بسيط مبني للايه؟ للمجهول. ده كده بالنسبه لسؤال الكومبليت. بعد كده عندي طبعا سؤال الباسج. القطعه هنا بتتكلم عن الهابينس عن السعاده. كان أول general title for the passage اللي هو العنوان الرئيسي بتاع القطعة بيتكلم طبعا عن ايه؟ عن الهابينس عن السعادة. نمبر 2 السؤال التاني بيقول لي كلمة them عايدة على مين؟ هبص على اللي قبلها فthem كانت عايدة على الورز اللي هي القلق. تمام. طيب نمبر 3 بيقول لي what could the word related means. كلمة related معناها ايه؟ طبعا كلمة related معناها linked. بعد كده عندي الأسئلة نمبر 4 بيقول لي why was happiness being compared to the sun. ليه قارن السعادة بالشمس؟ طبعا هو هنا هقول له because happiness number 4 because happiness is like the sun. It is often hidden by the clouds of words. يعني قال إن السعادة تشبه الشمس وهي غالبا مخفية أو وراها بيكون clouds of words يعني سحابة من أو سحب من القلق. بعد كده السؤال اللي هو number 5 بيقول لي what should we do to feel happy. ايه اللي احنا المفروض نعمله عشان نبقى سعداء. نمبر 5 الإجابة بتاعتها we have to forget the worries to feel happy. يعني لازم ان احنا ننسى القلق بتاعنا عشان نشعر بالايه؟ بالسعادة. بعد كده نمبر 6 بيقول how is happiness related to the world in which we live. ازاي السعادة مرتبطة بالعالم اللي احنا عايشين فيه. الإجابة هتبقى نمبر 6 if we live in a bad world. لو احنا عايشين في عالم سيء most of the time طول الوقت we remain unhappy هنفضل مش سعداء. one alone cannot be happy يعني الشخص لوحده مش هينفع ان هو يبقى سعيد if others unhappy لو اللي حواليه مش مبسوطين. بعد كده عندي سؤال اللي تشوز. اول واحدة بيقول لي القدرة ان انت تعمل حاجة دي اسمها بيسموها skill يعني مهارة. نمبر 2 بيقول لي نقط ذا ماشين ذات ميكس اللي بتخلي الجو منعش وجميل. تمام. ده طبعا اللي هو الايه؟ الاير كونديشننج اللي هو التكييف. طيب عندي بعد كده نمبر 3 بيقول لي the earth orbits الارض بتدور حوالين الشمس. كلمة orbits معناها ايه؟ طبعا معناها moves around. نمبر 3. بعد كده السؤال نمبر 4 بيقول لي the word not gives the opposite بيديني العكس بتاع كلمة tiny. طبعا كلمة huge. طيب number 5 بيقول to get the adjective عشان اجيب الصفة من hero بزود لها I see تبقى heroic يعني بطولي.
عندي بعد كده كمان نمبر عندي بعد كده نمبر 6 بيقول لي she has been working at school for free. يبقى هي شغالة طبعا، ده عمل ايه تطوعي، يبقى اختار volunteer يعني عمل تطوعي. عندي بعد كده السؤال الخامس اللي هو تصحيح الخطأ. طبعا انا كنت قلت لكم ان انا هيجي لي هم 5 افكار، اللي هي فكره حاله اف الثانيه، تمام، وعندي المباشر وغير المباشر، وعندي كمان استخدام سواء الافعال اللي بيجي بعدها ان جي او توزع الفعل في المصدر هيجيب لي عليها سؤال، وعندي كمان المبني للمجهول هيجيب لي عليه سؤال، وهم نفسهم هم اللي جم فعلا. اول واحده بيلي اف وي، والناحيه التانية جايب لي وود والمصدر، يبقى هنا هرفع الزمن درجه الماضي من هاف تبقى الاجابه هاد، تمام. طيب نمبر 2 بيقول لي she didn't go to bed until، عندي until برضو الفكره اللي انا قلت عليها until قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، هنا قبلها ماضي بسيط منفي يبقى بعدها ماضي تام، الماضي التام من finish تبقى had finished. طيب نمبر 3 بيقول لي we need طبعا بيجي بعدها توزع الفعل في المصدر تبقى to use. طيب بعد كده عندي نمبر 4 بيقول لي fewer magazines are، التصريف التالت من sell هتبقى sold، ده طبعا هنا مضارع بسيط مبني للمجهول. اخر واحدة عندي بيقول لي a witness، بيقول لي a witness not the police، الشاهد اخبر البوليس، هنا عندي مخاطب فست تحول الى told. طبعا بقى في الاخر عندي جايب لي الباراجراف بيتكلم things you can do to help save the earth، ايه الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تساعد ان احنا ننقذ الكوكب بتاعنا. طبعا هتتكلم في الموضوع ده عن الريسايكلينج، اعادة التدوير، احنا ممكن نعيد تدوير الاشياء، ان احنا don't throw the rubbish in the street، ما ينفعش ان احنا نرمي القمام في الشارع، or in the sea ولا في البحار، or oceans ولا المحيطات. وهتكلم ايه اللي ممكن تعمله government to protect the earth، ايه اللي ممكن تعمله الحكومة عشان تحمي الكوكب، تمام. ده يعتبر كده الإجابات بتاعة الامتحان بتاع الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية. لو حد عنده أي سؤال يسيبها لنا في التعليقات وإحنا إن شاء الله هنرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.